السلام عليكم اخوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخوتي، الرئيس ديال الدوله ديال الجزائر خرج بواحد التعليق مؤخرا كيقول باللي المغرب والجزائر وصلت لواحد المستوى او وصلت لواحد العلاقه لا للعوده، يعني ما بقى لا صلح، ما بقى حتى شي حاجه، باقي غير الصداع والمشاكل والحروبات. المهم اخوتي، واش هاد الهضره هادي ديال واحد رئيس الحكومه اللي غيزيد في الشعب ديالها قدام، واش هاد الهضره ديال الرئيس اللي هو سياسي اللي الشعب ديالها غادي ينجو من الحروبات ومن الهضره ومن بزاف ديال المشاكل؟ لا، هاد الهضره بحال قلتي ديال واحد الشاف العصابه. فهمتوا اخوتي؟ المهم اخوتي، المغرب ماشي ديال الهضره الخاويه، المغرب ديال التاريخ، ديال المواقف. فهمتوني؟ المغرب ديال الرجال. فهمتي؟ حنا عمرنا كنا سبب في المشاكل، ولكن راه ماشي ساكتين، عمرنا ما نسكتوا على حقنا، وحنا راه ماشي ضعاف. اللي كيهدد بالقطيعه راه هو اللي باغي يسد البيبان وباغي يسد الحدود، ولكن المغرب ديما واقف في المواقف الصعبه، ديما منفتح، وديما كيعطي الدرس في الحكمه والسياسه. المهم اخوتي، الجزائر اخوتي هي اللي قلبت على المشاكل. فهمتي؟ والمغرب كيرد دائما غير بالنيه، ولكن الا وصلت الامور للحد راكم عارفين المغرب شنو قادره دير. غادي تحرق ديك البلاد كامله، لا هي لا العسكر ديالها لا الشعب ديالها لا الحكام ديالها. والمغاربه معروفه عليهم الروح القتاليه ومعروف عليهم الرجال، واللي كيلعب بالنار اخوتي غادي تحرق بها ديك النار اللي هاز في يدو. النظام الجزائري اخوتي باغي يغرق غير في المشاكل والحروبات ويغرق معاه الشعب ديالو، باغي يزرع العداوه، وهذا الشيء ما غاديش يدوم ان شاء الله. باقي غير شي ايام وغادي تمسح كلشي وغادي تحيد كلشي وغتبان الحقيقه للدول، هي راه باينه. والمغرب ديما في المقدمه الحمد لله. واحد الرساله اخوتي، واحد الرساله واضحه وباينه. المغرب ماشي ديال التهديد، المغرب ديال الافعال. بغيتي شي حاجه خرج ليها نيشان، فهمتيني؟ بغيتي شي حاجه خرج ليها نيشان بطيطاي. المغرب اخوتي كما قلت لكم، واللي قال مثلا مرحله اللا عوده، وصلنا لواحد المرحله اللا عوده، راه المغرب ماشي هو اللي كيسد البيبان وماشي هو اللي كيسد الحدود، ولكن الا تسد راه عندنا بزاف ديال المفاتيح في دول اخرى، وعندنا حتى المفتاح ديال الجزائر، وعندنا واحد الشعب واقف وقفه ديال الرجال وما كيتراجعش نهائيا وما كيعرفش مارشاريان. فهمتوني ولا لا؟ ما كيعرفش نهائيا مارشاريان. والمغرب غادي يبقى فوق تاج فوق راسنا، واللي ما عجبو الحال يشرب الماء د البحر. هذه الهضره كيقولوها المغاربه الحرار، اللي ما عجبو الحال يشرب المغرب، يشرب الماء ديال الشمال ولا ديال الاطلس. المهم الصحراء غتبقى مغربيه. هادشي اللي كاين اخوتي.